حبايبي أبطال الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هناخد الدرس التاني في الوحدة التالتة اللي بيتكلم على الحياة الاقتصادية في عصر الدولة الإسلامية. في الدرس ده هنتعرف على نشأة ديوان بيت المال، وهنتعرف على جهود المسلمين في مجال الزراعة وأهم الصناعات في الدولة الإسلامية، وكمان هنتعرف على عوامل ازدهار التجارة في عصر الدولة الإسلامية. درس هيكون سهل وممتع وبسيط جدا، بس محتاج مننا شوية تركيز علشان نقدر نستفاد يا أبطال. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. بسم الله. عندي هنا بيقول لي بيت المال. يعني ايه بيت المال يا مستر؟ بيت المال يا ولاد ده هو عبارة عن ديوان يختص بجمع إيرادات الدولة، وإيه كمان وإنفاقها في المجالات اللي بيحتاج إليها المجتمع. تاني، بيت المال يا مستر هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن ديوان يعني إيه يا مستر؟ يعني زي وزارة المالية دلوقتي، يختص بجمع إيرادات الدولة وإنفاقها في المجالات التي يحتاج إليها المجتمع. تم إنشاؤه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، أو اللي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وهو يشبه وزارة المالية حاليا. طيب، استمر ديوان بيت المال ده يا ولاد إلى عصر الدولة الأموية والعباسية، وكمان إلى عصر الدول المستقلة في مصر. كان مقر بيت المال الرئيسي عادة في مقر الخلافة، ويوجد في كل ولاية أيضا بيت مال. طيب مستر، نعم، ايه ايرادات بيت المال؟ يعني ايه ايرادات؟ يعني مصادر الفلوس اللي بتدخل بيت المال. طبعا الزكاة، ودي فرض على كل مسلم. تمام. طيب، المكوس اللي هو الضرائب، ايه كمان الصدقات. طب يا مستر عايز اعرف سؤال. نعم، ايه الفرق ما بين الزكاة والصدقات؟ الزكاة فريضة على كل مسلم، يطلع جزء من المال بتاعه طبعا لمساعدة الفقراء والمحتاجين. أما الصدقات دي مش فريضة، دي أنت حاجة بتطلعها براحتك. أوكي. طيب، يبقى أنا عندي هنا إيرادات بيت المال هو الزكاة، المكوس أو الضرائب، والصدقات. دي مصادر أو إيرادات بيت المال. طيب يا مستر، مصروفات بيت المال. احنا طبعا عرفنا ان بيت المال بيتم إنفاق الإيرادات بتاعته في المجالات اللي بيحتاج إليها المجتمع. زي إيه يا مستر؟ هقول لك الإنفاق على الفقراء، رقم اتنين رواتب الجند والموظفين، إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولة، ونفقات الخليفة والولاة والقضاة، يعني مرتبات كل من الخليفة والولاة والقضاة. وكمان يختص جزء منها للإنفاق على مصالح المسلمين. زي إيه يا مستر؟ يعني إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات. يبقى مهم جدا أعرف إيرادات بيت المال: الزكاة والضرائب والصدقات. إيه كمان مصروفات بيت المال؟ هقول له الإنفاق على الفقراء، رواتب الجند والموظفين، وإنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات، ونفقات الخليفة والولاة والقضاة. طيب مستر، وزارة المالية دلوقتي مالها؟ طبعا تشبه بيت المال. اوكي، دورها ايه؟ هل بتعمل نفس النفقات؟ لا، دلوقتي هنوضح بشكل بسيط جدا. اعدادات، يعني اعداد المشروعات اللي هي خاصة بالموازنة العامة للدولة، ده من دور وزارة المالية. وكمان دورها تنظيم استخدام الموارد المالية للدولة. كذلك برضو بيتم عمل المشروعات الخاصة اللي بيحتاج إليها المجتمع. طيب، عندي هنا ايه الانشطه الاقتصاديه في الدوله الاسلاميه؟ طبعا الانشطه الاقتصاديه في الدوله الاسلاميه يعني هنعرف جهود المسلمين في مجال الزراعه. طبعا في مجال الزراعه شق الترع وحفر القنوات وانشاء الجسور. طيب ايه كمان يا مستر؟ استصلاح الاراضي الزراعيه وبناء السدود على الانهار. ايه كمان؟ وضع او تشييد مقياس النيل على نهر النيل، طبعا لتحديد قيمة الضرائب ومعرفة منسوب المياه. طب يا مستر، ما مقياس النيل بقيمة الضرائب؟ طبعا قيمة الضرائب بتتحدد بناء على مقياس النيل. يعني لما بيكون في فيضان للنيل والمية مرتفعة، نسبة الضرائب بتزيد لأن بيبقى في عندي محصول زيادة.
أما لما بتكون نسبة المية قليلة فبتقل، بالتالي نسبة الزراعة بيقل الإنتاج، فبتكون نسبة الضرائب قليلة. طيب، الاهتمام بعد ذلك بالتعليم الزراعي، أنشأوا المدارس الزراعية، ألفوا العديد من الكتب في مجال الزراعة. ده دور المسلمين في المجال الزراعي. وكمان تنوعت المحاصيل زي التمر والزيتون والقمح والذرة والقطن والكتان والأرز والخضروات والفاكهة. وكمان تربية الحيوانات، طبعا زي الأغنام والإبل والأبقار والدواجن والخيل والحمير، كما اهتموا بتربية أيضا الحيوانات. طيب، هنا بيقول لي دلل على صحة العبارة الآتية: كان للمسلمين فضل على أوروبا عن طريق الأندلس في الزراعة. هقول له طبعا، حيث كان لهم الفضل في نقل الكثير من المحاصيل الزراعية إليهم. طيب، عندي هنا رقم 2، الصناعة. إيه أهم الصناعات اللي كانت موجودة في عصر الدولة الإسلامية؟ هقول لك دلوقتي. عندي صناعة المنسوجات، الملابس، والصناعات الخشبية زي الأساس والسفن، الصناعات الفخارية والعطور والخزف، وطبعا السكر وأدوات الزينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. كل دي أنواع صناعات كانت موجودة في عصر الدولة الإسلامية، وطبعا تنوعت بفضل التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. طيب، إيه كمان؟ صناعة ورق الكتابة الذي انتقل من الصين إلى كل الدول الإسلامية ومنها إلى أوروبا. ماشي يا مستر. رقم 3، التجارة. طبعا مادام عندي في تقدم في الزراعة والصناعة، هيبقى أنا عندي كده بالتالي تقدم وازدهار في التجارة. أسباب ازدهار التجارة، هقول له ازدهار الزراعة والصناعة: انتشار الأمن والأمان، بناء الأساطيل البحرية التجارية، وإصلاح الطريق أو الطرق التجارية، وتوفير الخانات اللي هي الاستراحات على الطريق، وإقامة الأسواق. كل دي أسباب من أسباب ازدهار التجارة. تاني، ازدهار الزراعة والصناعة سبب من أسباب ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية. انتشار الأمن والأمان، بناء الأساطيل البحرية والتجارية البحرية التجارية، أوكي، وإصلاح الطرق التجارية، وتوفير الخانات اللي هي الاستراحات اللي بتبقى موجودة على الطريق. أهم المراكز التجارية يا مستر عندي في الدولة الإسلامية: بغداد في العراق، القاهرة، اسكندرية، القدس، طرابلس، دمشق. تاني، أهم المراكز التجارية. يعني إيه مراكز تجارية؟ يعني مدن تزدهر بالتجارة: بغداد، القاهرة، اسكندرية، القدس، طرابلس، دمشق. طيب، أخلاق التجار المسلمين كانت عاملة إزاي يا مستر؟ طبعا أخلاق التجار المسلمين كانت تتمسك بالمبادئ، أو يتمسكوا بمبادئ الإسلام في البيع والشراء، وطبعا اتصافهم بالصدق والأمانة. وده كان دليل على انتشار الإسلام في كثير من دول العالم بفضل التجار المسلمين. يبقى أنا عندي لو جالي سؤال قال لي دلل انتشر الإسلام في كثير من دول العالم بفضل التجار المسلمين، هقول له طبعا، والدليل على ذلك تمسكهم بمبادئ الإسلام في البيع والشراء، اتصافهم بالصدق والأمانة. وده طبعا كان بيخلي الناس يدخلوا في الإسلام، لأنهم يتسموا أو يتصفوا بمبادئ الإسلام في البيع والشراء زي الصدق والأمانة. طيب، برع التجار المسلمين في التجارة عبر البحار. إيه الدليل على الكلام ده؟ طبعا استخدام السفن التجارية في حمل المنسوجات والعطور وإلى آخره من إلى آسيا وأفريقيا. أوكي، تمام. طبعا السفن محملة، أو عادة السفن محملة بالتوابل والكافور والحرير والعاج والأبنس. يعني بيبقى في تبادل يا ولاد في التجارة ما بين الدول. كانت السفن تروح محملة ببعض المنتجات اللي موجودة في الدولة الإسلامية، وتعود بمنتجات الدول الأخرى، بالإضافة إلى رحلاتهم التجارية إلى أوروبا. طيب، أتمنى يكون المعلومات اللي قدمتها لكم طبعا مفيدة جدا وسهلة. نحل مع بعض نقطتين من كل سؤال علشان نأكد على المعلومات اللي احنا أخدناها دلوقتي. أول سؤال: من إيرادات الدولة الإسلامية التي ترد إلى بيت المال. بيت المال طبعا الفلوس بتاعته بتيجي منين؟ هقول له من الزكاة والضرائب والصدقات. من مصروفات بيت المال
على الدولة الإسلامية، هقول له من المصروفات إيه يا مستر؟ طبعا مساعدة الفقراء والمحتاجين، وطبعا رواتب الجند والقضاة وإلى آخره. طيب عندي السؤال التاني بيقول لي اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية. عندي هنا بيقول لي يا مستر تعد نفقات الخليفة والولاة والقضاة من نفقات بيت المال. هقول له طبعا الإجابة صحيحة. كان من ضمن أسباب انتشار الإسلام أخلاق وأسلوب التجار المسلمين. الإجابة أيضا صحيحة. السؤال الثالث ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. من مصروفات بيت المال نقط، يعني بيصرفوا فلوس من بيت المال على رواتب الجند. تقوم وزارة المالية حاليا بنقط، هقول له تمويل المشروعات. طيب عندي هنا بما تفسر إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب لبيت المال. يعني ليه الخليفة عمر بن الخطاب أنشأ بيت المال؟ طبعا احنا قلنا تعددت إيرادات ومصروفات الدولة، فقام الخليفة بإنشاء ديوان بيت المال، وهو يشبه وزارة المالية حاليا. طبعا دوره إيه؟ دور بيت المال احنا عرفنا مصروفاته وإيراداته، وطبعا احنا قلنا بسبب تعدد إيرادات ومصروفات الدولة قام عمر بن الخطاب بإنشاء بيت المال. اوكي. طيب وهقول له طبعا مصروفات بيت المال زي نفقات الخليفة والولاة والإنفاق على الفقراء رواتب الجند. يعني هتكلم على دور بيت المال بشكل كامل. بما تفسر ازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية. يعني بيقول لي هنا الصناعة ازدهرت يا مستر في الدولة الإسلامية ليه؟ هقول له طبعا بسبب براعة المسلمون في كثير من الصناعات زي صناعة المنسوجات، الصناعات الخشبية كالأساس والسفن، وصناعة الفخارية، صناعة السكر والعطور وطحن الحبوب، صناعة أدوات الزينة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. دي كلها من أسباب ازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. طبعا ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. كمان شاركوني أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. بشكركم على المشاهدة وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله. كان معاكم مستر إسلام الهواري.